باش نحكيو على ظاهرة موجودة في بلادنا، ولكن تفشت برشا ولات برشا هي اللي هي الطلاق. علاش اليوم نحكيو على أكثر من 50 حالة طلاق يوميا في بلادنا؟ شنو الأسباب اليوم اللي توصل علاقة زوجية للطلاق حسب رأيكم أنت؟ وساعات مثلا الراجل ماهوش قايم بالمرأة، فهمني؟ الراجل ماهوش قايم بالمرأة، وساعات المرأة تحب حاشاك تاخذ راجل، تحب تاخذ شهرية من عنده وتقول له باي باي. تاخذ نفقة تاخذ النفقة، تعبت مسكينة في حياتها، أعطيها تاخذ شهرية تمشي على روحها. هي مسكينة ما الراجل. لا الراجل، حتى الراجل تعب. اليوم معناتها اليوم ضغوطات الحياة هي ولات معناتها اليوم تعمل برشا مشاكل، هي ولات توصل للطلاق. الدنيا صعبت صعبت من الوقت الراجل ما خلطش، فهمني؟ والدنيا صعبت والمرأة ما تباها وين تولي تهز روحها وتهج. لا، والمرأة تقنقن برشا على الراجل وتكثر المشاكل ويوصل للطلاق. يوصل للطلاق صحيح. يولي هكاك تالي ما يتعاشروا اثنين، ما يعيش يترك على واحد. الظروف صعبت برشا بالحق، المعيشة هي اللي صعبت برشا. أما بالنسبة كل ما تنقص المعيشة كل ما تولي ضغوطات على الرجل والمرأة، باش يتفاهموا اثنين لازم يدك يتيح على واحد. بالنسبة لك قال كذا لقيت زوز متفاهمين راهو درك على واحد، صحيح هذا ولا؟ لازم معناتها يا المرأة تتحمل يا الرجل يتحمل، أما الأكثرية المرأة. اليوم المرأة ما زلت تنجم تتحمل وتطيح شوية وتعدي ولا تقول لك أنا نخدم ما يهمنيش. على خاطر أولادها وعلى خاطر برشا حاجات لازمها تنقص، على خاطر أولادها تضحي. قالك ما تعمر دارها، ما تضحي برشا حاجات، والله تضحية هي بكل شيء على خاطر صغارها، تضحي على كل شيء، خدمتها تتعب، تشقى مع الراجل، كل شيء تعب. اليوم حتى المرأة معناتها ولات معناتها تخرج للشارع وتخدم في الشارع بالطبيعة وعندها وظيفتها، ماش معناتها حتى هي جست وظيفتها تركن في الدار، حتى هي تعبة في الشارع ولا؟ حتى الراجل زاد عنده دور يعاونها ويقف معاها، كي يقف معاها هو الحياة تمشي. مش زاد واحد يتعب والاخر يبدا مرتاح، لازمهم الاثنين مع بعضهم، الاثنين. شنو اهم شرط لازم يكون موجود في اي علاقه باش العلاقه تستمر هذيك وما توصلش للطلاق؟ الثقه والاحترام ما بين بعض، هذيك اكثر حاجه تخلي الاثنين يوصلوا مع بعض، يوصلوا ثنيه صحيحه، ولو الصغار يتربوا في عز عيشه. الاسباب حسب رايي عديده ومتعدده، اللي هي مثلا الغلاء نتاع المعيشه، واهم اسباب غلاء المعيشه توا لي كوبل تلقى الراجل يخدم والمراه يخدم وما همش خالطين، تكثر عليهم الشارج، سورتو يبدا عندهم زوز وثلاثه صغار، تكثر المشاكل. وفما فاكتور اخر اللي هو معناها فماش عدم تفاهم ما بين، ينجم يكون سوء الاختيار، ينجم يكون الفارق نتاع السن ما بين الراجل والمراه، تلقى بيناتهم فاكتور معناها فارق سن، اكيد فارق سن كي يبدا ما همش فرد جينيراسيون، تلقى الراجل مثلا عمره 50 سنه وماخو امراه عمرها 20 سنه، فما فرق شاسع معناها في العمر. وساعات زيد راهو حتى كي يبداو فرد جينيراسيون تلقاهم مش متفاهمين. وفما فاكتور زاد اللي هو مهم برشا، مهم على الاخر، اللي هو توا معناها ابارتير من الكورونا الدنيا شعلت فيها النار، ما عادش خالتين معناها، حتى بزوز شهاري تلقى الراجل يخدم والمراه يقول لك يشهق ما يلحق، فهمتني؟ وماهوش خالط، فهمتني؟ الدنيا غلات، كل شيء الكري غلا، نيفو دو في غلا، اتيديت ودرا شنو. هما توا الرجال، فما برشا رجال ولا يلوج على امراه حاضره بخدمتها بدارها بكرهبتها، فهمتني؟ باش تهز، مش باش تهز، ما عادش باش تهز معاه الحمل، باش تهز الحمل هي بكلها، فهمتني؟ ممكن ينجم يكون في الظرف هذا تقول لك المراه انا قداش باش نقعد نصرف وياه واللي تخلع، اما انا حسب ما شفت معناها في المحاكم كي نسبه كيما تقريبا كيما الرجال كيما النساء، فما برشا. وفما فاكتور اخر اللي هو يمكن معناها مش موجود بكثره، هي حكايه الخيانه الزوجيه، معناها تلقى الراجل مثلا يخدم البرة يخلي المراه، والعكس بالعكس. وما نحبش نحكي فيه برشا الموضوع هذا خاطر ممكن نسبه اقل، فهمتني؟ على السلامه، مرحبا. يقول لك انا سمعت هو هذه نقطه مهمه زاد، شنو الشرط الاساسي لازم يكون متوفر في اي علاقه زوجيه باش العلاقه تستمر؟ اي الشرط الاساسي هو التفاهم والاحترام، كي يبداو زوز متفاهمين ويحترموا بعضهم، راهو مهما كان حتى كان الظروف الماديه صعيبه راهو باش يتجاوزوا المشاكل الكل متفاهمين. لازم فما لغه نتاع حوار،
يتحاوروا. شنو هي مشكلتنا نحن؟ مشكلتنا فلوس، هيجا نحكيو، هيجا نشوفوا شنو اللي ناقص، شنو اللي يزيد، هيجا نلقاو الحلول. الصغار ناقصهم ماديات، معناها ديما فما حلول بديله وفما وسع البال وفما معناها الحل حسب رايي هو التفاهم والاحترام. كي يبدا الاحترام متبادل، خاطر فما عباد في ظروف صعيبه على الاخر وتعاشروا مع بعضهم، تلقاهم 30 سنه و40 سنه كارير نتاع الزواج، قول كارير فهمتني، 30 سنه 10 فهمتني. ونتصور كي يبدا فما اونتونت، يبدا فما احترام، قلت ربي يبداو متفاهمين. اليوم السن يلعب دوره، ولكن نحكيو معناتها نقول لك اغلب المطلقين اعمارهم ما تفوتش 30 سنه، اليوم معناتها يعني عرسوا صغار، اليوم السن يلعب دوره ولا حسبك انت شنو هو سن النضج اللي يسمح للراجل ولا للمراه بالزواج؟ والله هو شوف، هو احنا حسب السنه نتاع السيد النبي عليه الصلاه والسلام، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. معناها ماذا بيك تعرس على صغر سنك وصغارك تجيبهم معناها على صغر سنك، مش توصل ل 40 و50 سنه وانت ولدك عمره 5 سنين، وقتاش باش تربيه؟ دونك معناها السن نتصور في 28 27 حتى 25 اذا كان تقدر وامكانياتك الماديه سمحت لك باش عرس على بكري وجيب صغارك على بكري. المهم يبدا فما اونتونت، ما يبداش فما فارق نتاع عمر كبير، مش انت عمرك 25 فهمتني وتاخذ لا، ولا تبدا الراجل يبدا عمره 25 وياخذ امراه اكبر منه برشا في ال50 سنه، ولا العكس بالعكس فهمتني. فارق السن راهو ينجم يشكل نوعيه نتاع مشاكل هذيا نتاع طلاق بالطبيعه. ما همش فرد مخ، ما همش فرد عقليه، ما مانيش مثلا انت راجل عمرك 50 سنه وتاخذ امراه عمرها 25 سنه، هي تحب تخرج تمشي تسهر في بواتها، تحب تمشي مع صاحباتها، تحب تمشي تحوس، وانت خويا مازلت متبلنتي غاديكا في القهوه في طرح رميه في طرح شكبه. سي نورمال، مش كيف. فما مشاكل ماديه كونت المشاكل الاجتماعيه هذه اللي ما لقاولهاش حل، والحل الوحيد نتاعهم هو الطلاق باش يتخلصوا من المشاكل هذه. يعني هنا العقل ما خدمش، خدم كان الغطرسه والقوه اللي هاكي ما تجيب حتى نتيجه. فهمت؟ المراه المثقفه والمتعلمه تعرف الثنيه نتاعها، والمراه اللي ناقصه تعليم وثقافه تدخل في مشاكل اجتماعيه ويوصلوا للطلاق. ما لقاوش حل. يعني يقول لك انا شنو الشرط الاساسي اللي لازم يكون متوفر في اي علاقه زوجيه باش العلاقه هذه تستمر ما توصلش للطلاق؟ شنو الحاجه اللي لازم تكون متوفره؟ لازم كل انسان يعرف الحدود نتاعه، وخاصه الروبير نتاعنا احنا كمجتمع عربي مسلم، عندنا الدين نتاعنا يحددنا. احنا ناخذوا الدين ما هوش غطرسه، ناخذوا دين كدين في حياتنا الاجتماعيه، انه لازمنا نعرفوا كيفاش نعيشوا. فما حدود، ما فماش حريه مطلقه، فما حدود. واحنا الروبير نتاعنا والطريق الصحيح نتاعنا هو الدين نتاعنا، هو اللي يحددنا المنهج نتاعنا. ما كما يقولوا لا افراط ولا تفريط. ياخذوا الثريه نتاعنا بحول الله نبداو لباس علينا، ما نسلموش في الدين نتاعنا. هذاك الحل الوحيد اللي ترى فيه الكل. هذا الكل فهمني سبب من الاسباب اللي احنا تخلينا على الاصل نتاعنا هو الدين نتاعنا، الدين الاسلامي الحنيف السمح. اليوم نحكيو على ارتفاع منسوب الطلاق في بلادنا، كي نقول لك نحكيو على اكثر من 50 حاله طلاق يوميا في بلادنا، جل القضايا المنشوره امام محاكم تونسيه جلها كلها طلاق. علاش وشنو هو الاسباب اليوم؟ السبب الاولاني الرئيس هو الامور الماديه. من الاول في الصحف تأصل ويحبوا بعضهم وكذا، ما يعرفوش يعني مخلفاتها، يعني فهمت. وبعد تولي امور ماديه، اذا كان ما عندوش دار يولي فهمت كرا وما عادش ينجم واذا كان جهه صغير ولا اثنين يتورث اكثر، خاطر صغير تولي مشاكل وحليب ولبسه ومرض تقوى عليه الامور هذه، وتولي معناتها انفعالات ما بينه وبين الزوجه. لهنا لازم يعني المراه تصبر وتهز وزن القفه مع الراجل، وبينه وبينك راهو شوف التقوى هي مصدر النجاح لاي انسان يتوكل على ربي في الزواج. تقبل وهي تقبل ويتعاهدوا انه معناتها يهنيها طول عمره مهما كانت الاسباب،
ثم تعهدات من الاول تقع. واذا كان اخوي زاد وثم بنات الاصول زاد ثم يقول لك خذ بنات الاصول لعل الزمن يطول. انا شخصيا خذيت وحده والحمد لله براتب ضعيف وربي يقول ومن اتقى الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واذا كان خرجنا عن نطاق الدين وهي ما صبرتش وكذا تقع عليك انفعالات ومشاكل وبيكوا عليك وتفد هي وفد هو، والنتيجه ثم تو اللي ما عنده صغار ممكن يمنع، اما اللي عنده صغار مسكون مساكن يمشيوا معناتها ضحيه تولي عامل نفسيه ما عادش ينجم يقرا، ما عادش ينجم يواصل في القرايه وتولي مشاكل وتخلنا في مشاكل كبيره. شنو معناتها الشرط الاساسي لازم يكون متوفر في اي علاقه زوجيه باش العلاقه هذه تستمر وما توصلش للطلاق؟ والله اذا كان من الناحيه الماديه انت عارف الوضع الاقتصادي في البلاد والرواتب متدنيه والدنيا غلات، ما عادش ينجم يوفر، يحسبها حسابين كالكول، حتى لو جا ياخذ بمليون مليون شعب اذا كان ما عندوش دار ولا ابوه ما خلوش دار نحن منهم كراء اقل كراء 300,000 وما عادش ينجم ما ينجمش. دونك لازم واحد عنده مخ يفكر بالتأني يرضى بالقليل وهي ترضى وربي يعطي الكثير.